جماعة اتعزمت على فرح باكستاني. تعالوا اوريكم الاوتفيت وهاخدكم معايا الفرح. لازم اخدكم معايا الفرح. طبعا هنا يا جماعة انا كنت متأخرة جدا جدا، الفرح ابتدى فجريت بقى. هوريكم الاوتفيت لما اكون هناك. معلش، اول لما دخلنا الاوتيل يا جماعة شايفين بقى الجمال. انا مش هتكلم، انتوا شوفوا بقى الجمال، شوفوا الحلاوة. ده الانترنس بتاع القاعة. بصوا بقى اول لما دخلت، عايزه اقول لكم الفرح ما كانش فيه لا رقص ولا كان فيه اغاني ولا كان العروس ولا حد رقص اصلا. ما كانش فيه رقص خالص يا جدعان زي ما بيحصل عندنا. ما فيش رقص، ما فيش اغاني، ما فيش تنطيط، ما فيش الكلام ده. في شويه عادات وتقاليد كده بقى بالنسبه للفرح الباكستاني. زي ما انتم شايفين كده، الفستان مش ابيض زي عندنا، لازم فستان العروسه يكون لونه احمر. ولازم الاخوات بتوع العروسه يوصلوها كده يا جماعه، اول لما تخش من باب القاعه يوصلوها للعريس كده زي ما انتم شايفين. تمام. الفرح في باكستان 3 ايام، يعني زي عندنا كده بيبقى فيه حنه طبل ورقص والكلام ده. وتاني يوم اللي هو ده، وفي يوم تاني اللي هو بكره بقى، في يوم تالت اللي هو يعني المفروض ان اهل العروسه بيسلموا للعريس. المفروض بقى اليوم التالت اهل العريس بيسلموها للعروسه. فاهمين ازاي؟ هو 3 ايام. تمام. اهو بصوا بقى، دي المفروض ان هما اهل العروسه بيسلموها للعريس. هو اللي عامل الليله والهيصه دي كلها يا جماعه. طبعا عايزه اقول لكم الفستان مليان ديتيلز في منتهى الجمال. يا جماعه انا مش هينفع اجيب لكم وشها للاسف، لان هم مرضيوش، قالوا لي نو فيس. ف معلش اعذروني. انا عارفه انتوا هتموتوا وتشوفوا وشها، بس انا عايزه اقول لكم هي زي القمر، زي بالظبط اللي بنشوفها في الافلام. نشوف البوفيه بتاعهم عامل ازاي. هنا بقى طبعا البوفيه، سيبكم بقى من كل الهيصه دي. عايزه اوريكم البوفيه يا جماعه وجماله. يعني ما شاء الله مكلفين الفرح متكلف يعني. ما شاء الله ما شاء الله بجد. وده المهم. بصوا يا جماعة، أصناف وأشكال أنا كنت جعانة جوع مش معقول. أنا من الفطار ما أكلتش، الفرح كان بالليل. فاللي هو أنا حسيت إن أنا عايزة أكل كل حاجة كل حاجة. أنا عايزة أملأ 5 أطباق مثلا من كتر الجوع. ده يا جماعة. ده فاكرة بانيه فراخ بانيه. بصوا شميته وحسيت ان هو مش بانيه، لقيته سمك. ما ينفعش سمك مع فراخ مع لحمه، لا، ما هتلاقوني رجعت السمك تاني. ما اقدرش، ما استحق. السمك يتاكل لوحده، السي فود يتاكل لوحدهم، لكن ممكن فراخ ولحمه، لكن السمك لا، دونت ميكس. هنا بقى مش عارفه كانوا عاملين صوص غريب كده فيه ليمون. قلت لا، اما ايه اجرب برضو. ده كان برضو فراخ كده معموله بطريقه لذيذه. ده برضو فراخ متقطعة مكعبات. ده الصوص برضو كان غريب كده، مش عارفة كان ايه، بس كنت بحط اجرب يعني. ده كان فراخ اللي فوق دي، ده كان فراخ برضو مكعبات، كانت حلوة جدا جدا جدا، طعمها حلو. انا هوريكم دلوقتي وانا باكل، انا هاخدكم لحظة بلحظة معايا، لحظة بلحظة. قعدت احط بقى. الفراخ دي كانت تحفة. اهو بصوا بقى، قلت لكم هاخدكم معايا لحظة بلحظة، ما صدقتونيش. طبعا انا مليت الطبق زي ما انتم شايفين كده. الاكل كان تحفه، السوا كان رهيب، الطعم كان جامد جدا. قعدت اكل لدرجه ان انا ما كنتش قادره يعني اتنفس بجد. الاكل كان حلو من كتر ما الاكل كان حلو، والسلطات وكل حاجه. كان في اكل غريب طبعا شويه اللي هو الباكستاني ده، بس يعني انا اكلته خلاص. انا عايزه اقول لكم ان انا اكلته خلاص يا جماعه. يعني بصراحة ما كنتش أعرف إن الباكستانيين بيعملوا أفراحهم بالطريقة دي يعني. الغريب في الأمر برضو. هنا بقى هقول لكم، بصوا يلا مع السلامة عشان أكمل أكل. استنوا، بصوا بقى هنا. الحلو بقى، الحلو لازم نحلي يا جماعة. شفتوا الأكل التحلية بقى، شايفين تورت، كيكس، جاتو، مش عارفة ايه. عندنا بتاع دي مليانة ام علي. بصوا هنا برضه انا فرحت قوي لما لقيت. بصوا لقيت ايه؟ الكريز. فرحت قوي عشان انا بحبه، يعني بحب الكريز قوي.
يعني بصوا شكله عامل ازاي، جميل 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 يعني. بصوا منشكح انا ازاي. يعني ما كانش في مكان، ده انا ده الاوتفيت. هبقى انزل لكم بقى الصور على المكان التاني تشوفوا شكلي بقى، انا كنتش عارفه البس ايه اصلا يا جماعه. هنا بقى هم ماشيين خلاص، العادات والتقاليد عم بتاعتهم المفروض ان هي بقى بتنزل الشال ده البيشة على وشها، وبيعيطوا كلهم، لازم كلهم يعيطوا عشان هي يعني خلاص بقى تتجوز وتخش بيت جوزها، ولازم يحطوا مصحف كده على دماغها. مش عارفة ليه، بس يعني هي في حاجات كده يعني زي عادات تقاليد. تمام. ودي بقى يا باشا العريس بقى جايبها باللامبورجيني زي ما انتوا شايفين، عقبالنا عقبالنا عقبالنا. يعني حاجة في منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم ويهدي سرهم. وبجد كان فرح جميل، وعقبالنا يا جماعة.